ناس كتير بتسأل اقنع اهلي ازاي او اقول لهم ايه عشان يوافقوا ان انا اعمل العمليه. خلينا نتفق الاول انك لازم تكون كوزن مستحق للعمليه، يعني يكون عندي زياده كبيره في الوزن واستحق ان انا اعمل العمليه. دي اول نقطه. النقطه الثانيه المهمه اني لازم اكون جربت كذا مره وما قدرتش اوصل للتارجت اللي انا عايز اوصل له، يعني انا حاولت بكذا طريقه وما نجحتش، ساعتها يبقى انت مستحق للعمليه. نقنعهم ازاي؟ اغلب الاهالي لما بييجوا يتكلموا على العمليه اول نقطه بيقولوها انا هقطع جزء من معدتي عشان اعمل العمليه. ده مش منطقي. بصوا يا جماعه، خلينا نتفق ان احنا رجعنا المعده للحجم الاصلي بتاعها، يعني احنا كانت معدتنا صغيره، احنا كبرناها بعادات وسلوكيات غلط، فلما بنعمل العمليه دي بنرجعها للحجم الاساسي، فاحنا بنشيل جزء عشان خاطر نرجع للديفولت اللي ربنا خلقنا بيه. النقطه الثانيه اللي اغلب الناس بتقولها اصل الفيتامينات مش هتمتص في جسمك وهتعيش بفيتامينات طول العمر. المعلومه دي غلط. احنا بناخد الفيتامينز عشان كميه الاكل قليله، ففي اغلب الاحوال في عمليه زي التكميم او طي المعده او كده بناخدها لمده سنه. اللي بناخد فيها الفيتامينز على طول هي تحويل المسار، بنعملها غالبا لمرضى السكر وكده، فاغلب الناس بتاخد الفيتامينز سنه واحده مش طول العمر. النقطه الثالثه اللي الاهالي دايما بيتكلموا فيها، اصل انت او انتي اكلك قليل اصلا، هنعمل العمليه ليه؟ خلينا نتفق ان جزء المعده اللي اتشال ده كان بيطلع هرمون بيضاد وظيفه الانسولين، فلما بيحصل كده الحرق بيزيد ويتحسن. فعمليات السمنه تكاد تكون اكتر حاجه اذا ما كانتش الحاجه الوحيده اللي بتعلي معدل الحرق في العمليات، فحتى المريض اللي بياكل قليل بيخس بنتيجه كويسه قوي. بس دي الطرق اللي ممكن نقول للناس بيها نقنعهم بالعمليه، بس اهم حاجه زي ما قلنا تكون فعلا تستحق انك تعمل العمليه.